السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ اهلا بكم في يوميات ذكية، يوميات مطبخ ذكي. النهاردة هنعمل كبسة الحلة الواحدة. كبسة بطريقة سهلة وبسيطة خالص، هي عبارة عن صدور فراخ. عايزة تعملها باللحمة مفيش مشكلة، نفس الطريقة بس بتستوي شوية عن الفراخ. المهم معايا هنا شوية زيت، ومعايا صدور دي حوالي صدرين فرخة عاملاهم مكعبات، وبحطهم في زيت لغاية ما ينشفوا خالص ويسردوا كل المية اللي عليهم. بضيف هنا معايا بصلتين كبار فرماهم على قرنين فلفل، قرن احمر وقرن اخضر فرماهم طبعا في الكبه. هقلبهم كده تقليبه حلوه كده في صدور الفراخ. عندي هنا بقى البهارات اللي انا هضيفها. معايا بهارات كبسه، ومعايا بهارات الرز البسمتي. لو هتستغني، لو عايزه تحط بهارات الكبسه بس مفيش مشكله، لكن الرز البسمتي بحب اضيفه يعني. دي بهارات كبسه ورز بسمتي وليمون مجفف وعود قرفه وعودين ورق لورا، ورقتين ورق لورا. هشوحهم كويس كده في الفراخ. هديلهم كمان الملح يا جماعه على حسب كل شخص. احنا بنحب مثلا الملح خفيف فحط يعني يمكن نص معلقه، لو حابه الملح مظبوط مثلا معلقه. ومعايا هنا التكه بتاعتي معلقه دبس رمان. لو عندك صويا صوص مفيش مشكله، معلقه دبس رمان بتديلها نكهه حلوه قوي. لو ما عندكيش عادي مفيش مشكله، مش لازم يعني. معايا هنا معلقه صلصه عشان تحمر لي الكبسه. وهضيف بقى هنا الميه. معيار الميه اللي هحطه هو معيار الرز. يعني انت لو الرز البسمتي هتطبخيه حط المعيار بتاعه. انا حاطه لغايه المعيار، لاول ما تغلي هحط في الرز، فانا حاطه المعيار بتاع الرز. اول ما غلت اهي حطيت الرز البسمتي يا جماعه انا جايباه وغسله ونقعاه. نقع حوالي نص ساعه، من نص ساعه لساعه، نقعه حلوه كده. وبعدين هضيفه اول بقى ما ينشف، اهو بسم الله ما شاء الله. اول ما نشف تقليبه بقى خلاص كده استوى. والفراخ طبعا ما بتاخدش سويه كتير فاستوت من اول غلوه. هتبقى طبعا اكله بسيطه خالص وكمان سهله، وفي حله واحده بدل ما نعمل كام حله لما نيجي نطبخ. حله واحده رز بس، اكله مشبعه وفيها فراخ يعني مش ناقصه حاجه. دي كان الشكل النهائي لها. لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش لايك وشير للقناه. كان معاكم ايمان، ولو عوزت اي وصفات تانية متنسوش تكتبولي في التعليقات تحت، وقولوا لي رايكم ايه في الوصف. السلام عليكم.